ضابح مهموم مديون مخزن، ما حد داري ويننا، بينه وبين الله. فجاء اقول الشيء ادخل التيك توك هذا اشوف حاجه يا اخي تسلي على قلبي، واشوف ما ينغزني واسمع كلام ناس يخلي شعر زغني يسني بين، مثل كلام هذه بدرية البوتي. كلكم سمعتم ايش قالت بدرية البوتي على الطفلة جنات، لكن انا شاهد اعرض لكم الفيديو حقها عشان تجلدوا عارها جلد، تخلوها ترجع لا تتوب الى الله تسلم من جديد، لانها بكلامها هذا خرجت من الدين، ضيعت المله. الكلام اللي قالته مش شو كلام واحد صاحب عقل، هذيك يمكن كانت شارب حاجه ولا كلامها كلام واحد اشترى حبه من الصيدليه وطلع يتكلم، كلام واحد بوطي. اسمعوا ايش قالت. سأل أبو جنات نقول له يا أبو جنات البنت حكاك بقى تتدمر، البنت حكاك بقى ترجع البنت ضحية بقى تزيد تنحرف عليك، البنت قد طعمت، تفهم؟ بنتك طعمت ومش بعيد دحين قد هتحبه. تجد الزواج طالب حقك شرعي انه يتزوج بالبنت ويقام عليها الحد الجلد اللي في القرآن الكريم، حد الزنا هو الجلد، ما فيش رجم. هذا الرجم هذه إنجيليات من الإنجيل المحرف نقلوها ونسبوها للرسول، والرسول بريء منها، الرسول بريء منها، لم يقم على حد الإعدام. سمعتوا ايش قالت بدرية البوتي؟ طبعا هذه بدرية البوتي حاجة كبيرة بالدولة، ضابط مدري مستشار مدري ما هو، لكن والله لو تكوني بنت ابو عبيده ولا بنت ابو عودي ولا بنت ابو ملعقه لا يلعن والدش. انت ما غلطتش على الطفله جنات بس، انت غلطتي على الدين وعلى الاسلام، ما بش عقوبه رجم. ما هو هذا قايدنا، منين اديتوا لنا هؤلاء الاغبياء؟ جننوا بالشعب يبصروا لنا حل هؤلاء العفن بين خرجوا هؤلاء، كل يوم معانا مسؤول مخنوف. استغفر الله العظيم. ما اداليش احمد نجد عشان طلعت تخاطري هذه المخاطره كلها عشانها، وانت داري ان هذه قضيه راي عام والشعب اليمني كله واقف مع الطفله جنات. ده الحين ما بش واحد يمني الا هو قلع لي في البنك اسيرف علي فحص علي الحرم لا يطلع انه فيك ايدز، من كثر ما قد سبوا لي اليمنيين كلهم. اين انتوا يا حكومه صنعاء ليش ما تلقوا القبض على هذه؟ طاهر السياغي غلط على القاضي، ما غلطش على القاضي، رد عليه بنفس الحكم اللي حكم به وزجوه في السجن. وهذه قد غلطت على الدين وعلى جنات وعلى الشعب اليمني كله، ما لكم كيف تحكمون؟